يا مساء الفل عليكم تابعين مسلسل إليه في الحلقة 381 وال 382. لخصت لكم كده المقطع وهي إليف بدأت تحكي للخالة رابعة عن كل حاجة، وبدأت تقول لها أنا لست أقرباء عم جمال. هو أخدني بالعافية وبالقوة، هو خطفني بمعنى أصح وبعدني عن أمي وأبي، لأن هو مش عايز أبدا يخليني أروح لأمي وأبي. لو هو كان عايز كده كان حاول ان هو يوصل لاهلي علشان يوديني ليهم. فاتخضت الخالة رابعة بتقول لها الله الله، بتقول لها اليف لا اعرف، ربما لا يريد ان يجدوني اهلي، مش عارفة هما ليه كده. بتقول لها يعني انت مش قريبة جمال خالص ولا بنت اخته ولا كده؟ قالت لها لا. قالت لها هو اخذك بالقوة؟ قالت لها هو مخليني عايشة معاه بالقوة، وهو اللي قال لي كمان اقول ان انا بنت اخته. فبتقول لها احنا زمان تعرضنا لحادث عندما كنا نذهب انا وخالي، طارت السيارة الى البحر. افتكرت بقى كل حاجة وبدأت تحكي لها. بتقول لها وبعد كده نسيت كل شيء، ما افتكرتش اي حاجة، نسيت امي وابي وحتى اسمي. فبتقول لها يا ربي. قالت لها الخالة رابعة أنت مررتي بكل هذا؟ قالت لها ماذا تقولين هكذا يا طفلتي؟ قالت لها ولكن أنا دلوقتي أتذكر كل شيء يا خالة رابعة، تذكرت أمي وأبي. فبتقول لها يعني أنت دلوقتي عارفة أمك وأبوك وعارفة مكانهم؟ قالت لها أليف طبعا عارفة مكانهم، وجدت المكان الذي تعيش فيه أمه قبل ساعات وعرفته النهاردة يعني. بتقول لها الى اين؟ بتقول لها يلا يا اليف قومي امشي معايا. قالت لها الى اين؟ قالت لها الى اين يا ابنتي سيكون؟ سنذهب الى امك يا حبيبتي. بتقول لها الخاله رابعه. فاتخضت اليف وبصت لها البصه دي كده، وبتقول لها مالك يا اليف؟ قالت لها مش هينفع خالص ان انا اروح يا خاله رابعه، مش هينفع خالص ان انا اروح عند امي. لا استطيع الذهاب يا خالتي، لا استطيع. قالت لها ليه يا اليف؟ ايه اللي حصل؟ ماذا حدث الان يا ابنتي؟ لماذا لا تريدين الذهاب الى امك؟ قالت لها وهنا انجي بتقول لها اليف ارجوكي خليكي هنا ما تمشيش. فهنا الخاله رابعه مصره تعرف بتقول لها مالك؟ قالت لها اليف في الحقيقه انا اريد الذهاب الى امي وان اعانقها ولكن لا استطيع. قالت لها لماذا يا ابنتي لا تستطيعي؟ قالت لها اليف لانه في امرأة، لأنني إن ذهبت إلى أمي سيؤذون أمي جدا، في امرأة مش بتحبني ولا بتحب أمي أبدا، وهي اللي بعدتنا عن بعض، ولو رحت لها هتأذي أمي بسببي، لأن هي مش عايزاني أنا وأمي أتجمع خالص نتجمع مع بعض. هي امرأة شريرة جدا جدا اسمها الخالة أرزو، لا تحب أمي أبدا ولا تحبني أنا كمان. فبتقول لها الخالة رابعة طب ليه يا إليف؟ ليه مش بتحبكم وبتعاملكم كده؟ قالت لها اليف انا لا اعرف، انا لا ما عملت لهاش حاجه، وكمان امي ما عملت لهاش حاجه، وعمري ما اغضبت حد يعني، ولا عمري عملت حاجه لحد. وانا لما كنت ذاهبه الى امي لقيتها هناك واقفه معاها هناك في البيت وبتخانق معاها وكده، وانا خفت اروح عند امي يعني تضر امي وكده بسببي، لان امي لقيتني وكده. فبتسالها الخاله رابعه بتقول لها طيب مين هم امك وابوكي؟ قالت لها امي ملك وابويا كنان امير اغلو. قالت لها الاسم. قالت لها وهل يمكن وقالت لها هم كمان بيبحثوا عني. قالت لها الخالة رابعة وهل يمكن انهم لا يبحثوا يا بنتي؟ تلاقي قلبهم محترق عليك وكده، حرام عليك يا اليف، يلا نروح نذهب عندهم علشان قلبهم يبرد وكده ويفرحوا لما يشوفوكي. فهي خافت وقعدت تبكي وقالت لا انا خايفة على امي، انا خايفة عليها جدا، انا اشتقت الى امي كثيرا يا خالتي رابعة، اشتقت لها ولكن انا خايفة عليها، لا يمكنني الذهاب اليها كما قلت. قالت لها اهدئي يا اليف لنرى حلا، يعني خلاص اسكتي واحنا هنشوف حل. عماله بقى تردد الكلام، تلك المرأة هي السبب، تلك المرأة هي ستؤذي امي، وخايفة جدا لان هي طبعا شافت من ارزو كل انواع العذاب، فخايفة ان هي تعمل كده في امها برضو، فخايفة على امها مش خايفة على نفسها. وهنا الخالة رابعة قالت لها خلاص هتبقي معي هنا يا اليف، لا تخافي يا ابنتي، وانا مش هرميكي في الشارع ولا هرميكي في النار بيدي، هتفضلي هنا معايا هنا زي ما انت عايزة. وحضنتها هي وانجي وفرحوا جدا. هنا بقى اليف قاعدة بتاكل وبدأت برضو بتفتكر كل حاجة، بتفتكر لما كانت امها طبعا دي وهي صغيرة في اول المسلسل كانت امورة قوي. بتفتكر لما كانت امها دايما تعمل لها الشوربة دي اللي هي الخالة رابعة عاملاها لها دلوقتي يعني. فبتقول لها انها مثل التي تحضرها امي، حساء ترهانة لذيذ جدا. وبدأت يعني تتذكر. هنا بقى الخالة رابعة واقفة على الباب وسامعة إليف وهي عمالة تحكي لإنجي عن ذكرياتها مع أمها، وفجأة الباب خبط والعم جمال جه علشان ياخدهم، بيقول لها نادي الفتيات.
عشان نمشي بعد اذنك. فقالت له انا مش هناديهم ومش هتاخدهم اصلا. قال لها خالتي رابعة هل انت بخير؟ حبا لله بماذا تهزين انت هات الفتيات. قالت له اليف وانجي بناتي، بيقول لها اليف وانجي بناتي ناديهم دلوقتي. قالت له لا يمكن ان تاخذهم، وخاصة اليف لن تاخذها ابدا. قال لها اليف ابنة اختي، ماذا اخذها حيث اشاء، انت بتقولي ايه؟ قالت له اليف ليست بنت اختك، وانت ما تقربلهاش اي حاجه. قال لها انت تعلمين ماذا تقولين؟ بتقول له اقول لك، بيقول لها اقول لك هي ابنه اختي. قالت له لا تتعب نفسك، وكفاك كذبا، اليست ابنه اختك؟ فبيقول لها ناديهم هيا اليف وانجي، وقعد ينادي عليهم من بره. دول اتخضوا جدا لما سمعوا ان العم جمال جه، واقفين كده عند الباب وعمالين يقولوا يا رب ما ياخدناش من هنا، واقفين مخضوضين جدا. فهنا الخالة رابعة بدأت ان هي تزعق له، جه طبعا يدخل بالقوة علشان ياخدهم. قالت له ده بيتي، ومش من حقك ان انت تدخل بيتي بدون اذني ولا بدون رضايا. اذهب من هنا وهطلب، والا هطلب لك الشرطة وكده. قال لها انت بتقولي ايه؟ ده بنت اختي وبنتي عندك، انا هاخدهم غصب عنك وكده، ولو انت ما مشيتيش من طريقي انا اللي هطلب لك الشرطة دلوقتي. قالت له خلاص اطلبها اذا. قالت له اطلبها اذا، انا مش خايفه من الشرطه ولا اي حاجه. اطلب الشرطه دلوقتي واحنا نعرف هي اذا كانت اليف دي بنت اختك ولا انت فعلا بتكذب. اطلب بقى الشرطه دلوقتي علشان نشوف الحقيقه. فسابها ومشي زي ما احنا شايفين. طبعا هو الاول كان حاول يدخل بالعافيه، هي دخلت اهي وجت تقفل الباب، وهو حاول ان هو يدخل وراها فطلعته بسرعه وقفلت الباب. طبعا هو مشي وسابهم، وهي دخلت طمنت البنات وقالت لهم لا تخافوا لقد ذهب ومضى، هيا تعالوا اجلسوا. وقعدتهم هنا كده. بتقول عماله تقول لنفسها يا ربي هعمل ايه، يا رب اديني حل مناسب، انا مش عارفه اخدها اديها لاهلها ولا اخليها قاعده هنا ولا اعمل ايه. عماله تدعي مش لاقيه اي حل طبعا، لان هي تفكيرها على قدها وست كبيره زي ما احنا شايفين. بتقول لها يا اليف ابنتي افكر وافكر انا لا اجد حل، لكن لا اعلم لا يجوز هذا. لازم تروحي لاهلك يا اليف. اقول لامسك بيدك واخذك الى امك. فقعدت تقول لها لكن يا خالتي رابعه من اجل امي حتى لا ياتيها اي ضرر، انا مش عايزه اذيها. قالت لها افهمك يا ابنتي، انتم التقوا الاول وبعدها ستجدون حلا مع هذه المراه يا ابنتي. مش هينفع تفضلي قاعده هنا وامك بتدور عليكي، حرام، هي تعبت ونفسها تشوفك ونفسها تحضنك. قالت لها لكن الخالة أرزو ستؤذيها. قالت لها هنا إنجي خالتي رابعة أرجوكي خلي إليف هنا. قالت لها يا إنجي اهدئي قليلا، مش هينفع إن هي تقعد، لازم تروح لأهلها بوجود أمك وأباكي، لماذا سيحدث هذا؟ فبتقول لها لازم تروحي لأمك وأبوكي وتتجمعوا كلكم مع بعض. قالت لها أنا أيضا أريد هذا، ولكن قالت لها مفيش لكن، إن شاء الله احنا ننام النهاردة وبكرة هاخدك من إيدك وأروح أوديكي عند أمك أو أبوكي وكده. فهنا بتقول لها نتوجه الى الله مع بعضنا للدعاء، نقعد ندعي ان مفيش اي ضرر يحصل، وان انا اوصلك لامك وابوكي بسلام. وتدعي كمان وتقولي ان الخالة ارز دي ما تأذيناش ابدا وربنا يبعدها عننا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقعدوا يدعوا هما التلاتة مع بعض ويقولوا امين. وهنا بقى دخلت اليف غرفتها علشان تنام، ولكن قعدت قبل ما تنام كده تفتكر امها. فلما نامت حلمت ان هي لابسه الفستان الابيض والتاج الجميل اللي احنا شايفينه ده، وان هي راحت عند امها وابوها في المزرعه وحضنتهم زي ما احنا شايفين. فرحوا بيها جدا جدا وكانوا مبسوطين جدا. طبعا كل ده في الحلم اليف اللي بتحلمه في نفس الوقت اللي اليف بتحلم بيه بامها وابوها، وان هما التقوا كده وان هي حضنتهم. قامت عمالة تدعي من النوم، عمالة تدعي يا رب اجمعني بأمي وأبي بأسرع وقت، يا رب لا تسمح للخالة أرزو أن تؤذينا أنا وأمي وأبي، اقبل دعائي يا الله آمين. ودعت اهي زي ما احنا شايفين. وفي نفس الوقت ملك وهي نايمة ربنا خلاها شافت الرؤية دي عشان يطمنها. حلمت وهي بنايمة ان هي قاعدة تسقي الزرع، وجات لها ست كده مش باين وشها من الشمس ومستخبية وراها إليف، وقالت لها لقد جبت لك بابنتك وكده، جلبت لك ابنتك. وقالت لها من انتي؟ وطبعا هي ما ردتش. طبعا هي الخالة رابعة ايه في الحلم، ولكن هي ملك ما شافتش وشها ابدا من الشمس اللي كانت موجودة. بتحاول ان هي تشوف وشها ولكن ما شافتوش ابدا. حضنت بنتها وقامت من النوم مبسوطة جدا، وعمالة مبسوطة جدا بالحلم. بتقول يا رب اجمعني مع ابنتي.
هنا بقى في نفس الوقت الخالة رابعة بتحلم برضه رؤية بتقول حلمانة بقى ان هي ماشية وبتدور على إليف، ووجدت إليف وأمها. شافت إليف وأمها وهما ماسكين ايدين بعض، ولقت إليف بتبكي بتقول لها لماذا تبكين يا إليف؟ لا يا أمها سايباها وماشية وايديها ثابت من ايد أمها وهي عمالة تبكي. طبعا هي شايفاها ان هي بتفترق هي وامها، وطبعا ولما صحت من النوم قالت لا، الرؤية اللي انا شفتها دي انا لازم اجمعهم ببعض، وهم دلوقتي هي اليف بتبكي على امها واكيد امها بتبكي عليها، انا لازم اروح اجمعهم ببعض تاني. انا دلوقتي عرفت ايه اللي انا هعمله، شكرا لك يا الله ان هو وريها الرؤية دي يعني. هنا بقى ملك لما صحيت من النوم قعدت ان هي تحكي لفريدة الحلم بتاعها وهي مبسوطة جدا مبسوطة جدا جدا، وقعدت تقول لها كانت امرأة بس مش باينة وشها، وابتسمت لي ابتسام، بتقول لها على اليف ابتسمت لي ابتسامة اكتر لمعانا، وقالت لي امي كما قالت لي على الهاتف منذ قبل، بتحكي لها وسمعت صوت المرأة بتقول قالت جلبت لك ابنتك. قالت لها طب ومن هذه المرأة؟ قالت لها للأسف ما كانش باين وشها ابدا. الحلم ده كان يشبه الحقيقة جدا يا فريدة، وكان كان جميل جدا، وتحس ان انا حضنتها بجد فعلا ما كانش حلم خالص. لقد اشتقت ولقد شميت ريحة بنتي فعلا، وحاسة ان انا شفتها فعلا، وعمالة تشكر ربنا وتقول شكرا لك يا الله ان انت وريتني الرؤية دي، واتمنى ان انت تجمعني بابنتي قريب ان شاء الله. وقعدت تدعي. وهنا الخالة رابعة قررت ان هي تجيب رقم كنان من الخدمة اللي بيطلبوها دول. بتقول لها انا عايزه رقم شخص. قالت لها قولي لي اسم الشخص وانا اطلبه لك. قالت لها كنان امير اغلو. طبعا ده تاني يوم بتتصل طبعا عشان تشوف ابوها فين وتروح له وتاخد له اليف، ولكن لسوء الحظ اللي هيرد على الخاله رابعه هتكون اسومان مش كنان خالص. وبتخلص الحلقه دي على كده، واستنوا الحلقه الجايه المشوقه جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.